السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ان شاء الله النهارده بعد الفيديو اللي عملنا فيه بودرة السحلب بطريقة اقتصادية وسهلة جدا، جايه لكم بقى النهارده ببودرة الهوت شوكليت، برضو من المشروبات بتاعت الشتاء اللي الواحد خلاص بقى يعني الجو ده صعب جدا وخلاص احنا داخلين على طوبة، كل سنة وانتم طيبين. فاللي هو البيات الشتوي بقى قاعدين، والمشروبات السخنة اللي بتخننا دي هنطلع من الشتاء زي دي 10 كيلو كده ولا حاجة. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض بودره الهوت شوكليت بطريقتين، الاتنين اسهل من بعض، ولكن في طريقه فيها مكونات مش موجوده في الطريقه التانية، بحيث ان اللي ما عندوش المكونات دي يقدر يعملها بالطريقه دي. وبرده مش هتقول لا، وجميله جدا. انا الطريقه دي بقى لي فتره ماشيه عليها، وقلت برده انزل لكم الطريقه التانية كمان. يعني والله العظيم الاتنين احلى من بعض، ولكن زي ما قلت في حاجات في الطريقه التانية مش موجوده مثلا، او سعرها ممكن يبقى مكلف سيكا يعني، بس مش قوي. وحاجات بسيطه، يعني مش الاختلاف في الطريقتين، حاجات بسيطه خالص. دي اول طريقه معانا انا هقولها دلوقتي. ده الاول انا عملت البرطمان شفتوه ده، كان في البدايه يعني كده وانا بعبي الطريقه دي. هنقول الاول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. واللهم ارحم امواتنا جميعا يا رب العالمين، وارحم والدي ووالدتي اللهم امين. الاول يا جماعه اللي لسه ما يعرفنيش، انا اميره سطور، مطبخ اميره ورماس. بنقدم وصفات سهله واقتصاديه جدا جدا جدا، وكلها معظمها من البيت عندنا. هنشتغل في الوصفه دي. وبرده اللي لسه ما عملش اشتراك، قبل ما اكمل اي حاجه، اللي ما عملش اشتراك في القناه يا ريت يعمل اشتراك ويفعل الجرس ويسيب لنا كومنت حلو، وتفعيل الجرس يزيد على الكل عشان يوصل له كل جديد ان شاء الله. والاشتراكات اللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك ان شاء الله، هتستفادوا من فيديوهاتنا كتير جدا جدا. الوصفه دي الاول هنعملها بالميزان. طبعا اللي ما عندوش ميزان الوصفه التانية هتنزل له دلوقتي وهتشوفوها في اخر الفيديو. اللي ما عندوش ميزان انا عامله الوصفتين في فيديو واحد، بحيث يعني ما حدش يستصعب ان هو يعمله. هنعمل الوصفه الاولانيه بالميزان عادي، اللي حابب يشتغل بالجرامات وبالميزان. الوصفه دي برده فيها حاجه حلوه جدا. الناس اللي هم اخواتنا المرضى اللي هم عندهم سكر، ربنا يشفيهم يا رب ويعافيهم اللهم امين ويعفو عنهم، الوصفه دي حلوه قوي بالنسبه لهم، لان هي مش محطوط فيها سكريات كتير. فهتبقى بالنسبه لهم السكر هادي جدا جدا، مش يعني مش هيخليهم ما يعرفوش يشربوها، او بالنسبه لهم ما تبقاش يعني حلوه عندهم، لا هتبقى حلوه وهيستفادوا منها قوي. الاول هنا انا وزنت 110 جرام من الكاكاو، او 111 يعني، خلينا في 110، لو زاد جرامين او حاجه مفيش مشاكل. وزننا 110 جرام من الكاكاو الخام الفاتح. خلي بالكم ده كاكاو خام فاتح بدون سكر. الخام يعني بدون سكر ويبقى فاتح. المشروبات بتاخد الكاكاو الخام الفاتح. طبعا لو عندك كاكاو خام غامق عادي جدا مفيش مشاكل، ولكن الاحلى بيبقى كاكاو خام فاتح. هنا وزننا ادي يعني بنكمل 110 جرام من اللبن البودره، يبقى احنا وزننا 110 جرام من الكاكاو الخام الفاتح. الكاكاو ده اسباني يا جماعه. بصوا انا ما بحبش اجيب الحاجات دي، بالذات حاجات الحلويات دي، الا من عند مستلزمات الحلواني لان هو بصراحه بقى الحاجه عنده عارف هو بيجيب ايه وبيستعمل خامات ايه وشاري منين. لكن في حاجات كتير ما بحبش اجيبها من عند العطار. بصي مهما كان المسؤول عن الحاجات دي او اللي شغال في المجال ده بيبقى فاهم كويس قوي هو بيشتري من ايه وعامل ايه وشاري منين، والاسعار عنده تبقى حلوه قوي. انا هنا وزننا الكاكاو الاسباني الخام الفاتح 110 جرام، وزننا اللبن البودر النيوزيلندي 110 جرام. ده لبن بودر نيوزيلندي حلو جدا 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 في الحاجات دي، وفي في الكيكات وفي الحلويات وفي الجاتوهات والكلام ده. وهنوزن كمان معانا 110 جرام من الشوكولاته. انا استخدمت هنا شوكولاته سما، اللي عنده شوكولاته سما يجيبها، اللي ما عندوش دلوقتي الوصفه التانية انا مستخدمه نوع تاني من الشوكولاته، عشان برضو ما تقولوش لا هو لازم النوع ده، لا في نوع تاني. بالنسبه لان احنا لو عاملين الوصفه دي لمرضى السكر او الناس اللي عندهم سكر مش عايزين سكريات، يعني اللي مش عايزين سكريات كتير، ممكن نجيب لهم شوكولاته دارك. الدارك بيبقى نسبه السكر فيها معدومه تقريبا. هنا الشوكولاته دي عادية، يعني فيها نسبة سكر. فلو انتوا بتعملوا يعني مش عاوزين نسبة السكر في الهوت شوكليت ده عالي، انتوا ما تحطوش الشوكولاتة دي، هاتوا شوكولاتة دارك بتبقى نسبة السكر فيها معدومة. فبيبقى الخلطة كده تبقى مظبوطة معاكم. هنوزن هنا بقى ب 110 جرام من الشوكولاتة. هتبصوا هنا بقى انا ليه حطيت الوصفة الاولانية دي اللي هي بالميزان قبل الوصفة التانية، هقول لكم دلوقتي. لان احنا لما وزننا يعني الكوبايه دي لما مليناها كاكاو طلعت قد ما مليناها لبن بودر، لكن دلوقتي احنا هنملاها شوكولاته مبشوره.
مش هتطلع قدهم نهائي. ليه بقى؟ لان طبعا سعه الكوبايه من جوه لما اخدت الشوكولاته مبشوره، فهي تحسيها هشه كده، يعني هي هشه ما بتاخدش التقل بتاع اللبن البودر او الكاكاو. فشوفوا انا مليت الكوبايه وطلعت 78 جرام، يعني لو هكمل هتطلع معايا تقريبا حوالي 90 جرام او حاجه زي كده. فلسه باقي حوالي 20 جرام كمان او 30 جرام على 110 جرام، تقريبا 20 جرام. انا هنوزن حوالي 20 جرام كمان. دي طلعت معانا 92 جرام، يعني نقول 90 جرام. انا وزنتها عشان تعرفوا ان خدوا بالكم الشوكولاته ما بتبقاش يعني المعيار بتاعها قد اللبن او قد الكاكاو. شوفوا انا هكمل دلوقتي ال 20 جرام وشوفوا هياخد معانا من الكوبايه قد ايه. فكرة الميزان انا حطيتها الاول زي ما قلت لكم عشان خاطر بس تعرفوا ان الشوكولاته بتبقى هشه شويه زياده عن اللزوم، ما بتاخدش حجم الكاكاو او حجم اللبن. شوفوا انا هنا كنت عاوزه اكمل بقى تقريبا ال 20 جرام اخدوا معانا حوالي، بص سيبك من ده، كنت هنا اتلخبطت الميزان ما كنتش فاكره انا حطيت كام جرام. هرجع دلوقتي احطها وارجع اوزنها تاني واصفر الميزان. اللي مش عارف الميزان بيتصفر ازاي، لان كانت مشكله بالنسبه لي انا اول ما جبت الميزان. انا بحط البوله على الميزان بتديني الوزن بتاعها، بتك على الزرار الازرق الاولاني ده اللي بيصفر. او شوفوا ده بقى انا كده تكيت عليه اهو صفر لي الميزان. دي طريقه تصفير الميزان. هرجع بقى اوزن لحد ما اوصل لل 110 جرام زي الكاكاو وزي اللبن تقريبا كده. يعني 26 جرامات الفرقه دي الصغننه ما تبقاش فيها مشاكل قوي. بصوا بقى يعني الكوبايه، كوبايه ونص من الشوكولاته، كوبايه ونص من الشوكولاته عملت لي 110 جرام. كوبايه ونص من انا تقريبا هنا مزوده 10 جرام بس مش فارق برضه يعني كوبايه ونص من الشوكولاته عملت 110 جرام، غير الكوبايه الكامله من اللبن البودر وغير الكوبايه الكامله من الكاكاو. فالشوكولاته هشه يا جماعه، خدوا بالكم من الموضوع ده عشان اللي ما عندوش ميزان. الشوكولاته هشه، فيعني ايه ضعفوا، مش تضعفوها، يعني ضعفوا الكوبايه. لو بتعملوا بالكوبايات مقادير متساويه ضعفوا الكميه بتاعه الشوكولاته شويه. انا هنا بقى طبعا عشان هو اسمه هوت شوكليت فانا حبيت احط شوكولاته زياده، انا بحب الشوكولاته فيه جدا. وبرضو هتلاقوها في الوصفة التانية هنشوف دلوقتي مع بعض كمان. انا هنا برضو تقريبا وزنت حوالي 50 جرام كمان من الشوكولاتة تقريبا، يعني 55 جرام من الشوكولاته وحطيتها. ده بقى اللي انا بتكلم فيه. يعني بعد ما يعني انت عملتي كوبايه لبن بودر، كوبايه لبن كوبايه كاكاو خام، كوبايه ونص من الشوكولاته، هنحط نص كوبايه كمان من الشوكولاته عشان يبقى احنا ضاعفنا مقدار الشوكولاته. هنقلب بقى كل المكونات مع بعضها وهنكون مجهزين عندنا بولة او برطمان يكون مغسول كويس وناشف. شوفوا الاسباتيولا الصغننه دي حلوه قوي، انا جايبه الاسباتيولا دي وواحده كمان معاها والفرشه في باكت كده. يعني انا اصلا استغربت سعره كان ب25 جنيه، بس هي حلوه قوي ما شاء الله. بس هي صغنونه يعني هي مش زي بتاعتنا الكبيره خالص. هو لفت نظري ان هي حجمها صغنن، فيعني هي عجبتني لسبب ان انا لو بعبي بيها حاجه في البرطمانات ساعات بيبقى في برطمانات من فوق يعني ايه زي ما بيقولوا البق بتاعها كده صغنن، ما بتعرفيش تدخلي فيها المعلقه الكبيره. فدي كانت حلوه معايا بصراحه. في برطمانات كتير عندي من فوق صغننه كده ما بعرفش ادخل المعلقه الكبيره وانا بعبي فيها حاجه، فدي كانت حلوه معايا فعشان كده اشتريتها. هي حلوه قوي ما شاء الله، عجبتني جدا يعني، وسعرها كمان كان بالنسبه لي لا حلو مش غالي خالص. قلبي بقى المكونات كلها مع بعضها تماما كده. شوفوا اسهل من المكونات دي مش هتلاقوا، اسهل منها مش هتلاقوا. شايفين بقى الحاجات دي الشوكولاته اللي احنا بشرينها. لو حابين تنخلوا الكاكاو واللبن انخلوه براحتكم. انا كده كده لما بتحط في الميه المغليه، لان في ناس بتنخله مجرد ما بتاخدي بس معلقتين انت عشان تعملي كوبايه بقى او مج من الكاكاو او الهوت شوكليت ده. طبعا بتسكري بقى زي ما انت عايزه بعد كده عادي. بتحطي حوالي معلقتين كبار معلقتين صغيرين عفوا، معلقتين صغيرين هرميين كده يعملوا لك كوبايه هوت شوكليت زي الفل. معلقتين صغيرين من بتوع الشاي بس هرميين يعني مليانين محترمين كده، بيعملوا لك مج زي الفل حقيقه يعني. لو حابين تزودوا لبن بودر زودوا، انا بقول لكم يعني براحتكم. لكن في ناس تعمل هوت شوكليت بلبن لبن عادي بتاعنا اللبن الطبيعي بيعملوه بيه. وفي ناس ما بتعملش الا بميه مغليه زي حالاتي كده، انا بحب ما بحبش الالبان كتير يعني،
او الالبان ما بتحبنيش كتير، فانا عشان كده بحط ايه اللبن البودر. ممكن ازود مع الميه المغليه معلقه لبن بودر من عندي، بس كده المقدار اللي احنا عاملينه مظبوط جدا. المكونات كلها قد بعضها تمام كده، الوزن مع بعضه مظبوط متجانس، يعني المكونات كلها مع بعضها. طبعا عينيه بقى في البرطمان بتاعك، بتعان بره عادي زي اي مشروبات عندك، وده كمان برطمان زياده عمل لي الحبه اللي تحت دول. دي كانت اول وصفه معانا، ويلا بينا نخش على الوصفه التانية. بصوا بقى الوصفه التانية عباره عن ايه، سهله جدا برضو زي الاولانيه، ولكن ممكن في ناس تشوفها مكلفه شويه، لكن هي مش مكلفه خالص. بس اللي حابب يعمل الاولانيه يعملها، اللي حابب يعمل الوصفه التانية يعملها. هناخد كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى الفاتح، برضو كاكاو خام اسباني غير محلى لونه فاتح، كوباية لبن بودر، كوباية من الشوكولاتة المبشورة، وكوباية الا ربع كمان، يعني كوبايتين الا ربع من الشوكولاتة المبشورة. وزي ما اتفقنا في الاول ان الشوكولاتة ما بينها فراغات اهي زي ما انا بقول لكم، فهي يعني ايه السعة بتاعت الكوباية الكبيرة دي، او الكوبايه بتاعت اللبن وكوبايه، خلينا الاول نقول بايه المكونات وبعدين اشرح لكم. هنا كوبايتين، معلقتين صغيرين بس مليانين من الكريم شانتيه، ومعلقه من النشا، ومعلقتين من السكر البودر، ونص معلقه صغيره من القرفه المطحونه. كل ده معالق صغيره يا جماعه. المعالق الصغيره نص معلقه صغيره من القرفه المطحونه، معلقتين صغيرين بس مليانين من الكريم شانتيه الخام من غير سكر، ومعلقه صغيره مليانه من النشا، ومعلقتين صغيرين مليانين من السكر البودر. نرجع بقى للشوكولاته تاني. انا بقول لكم ان كوبايه اللبن البودر كوبايه الكاكاو دي بتساوي بالظبط كوبايه وربع من الشوكولاته اللي انتوا شايفينها دي. وانا زودت نص كوبايه كمان زي ما قلت لكم برده في اول الفيديو، ان انا بحب الشوكولاته كتير، لان هو هوت شوكليت فلازم يبقى فيه شوكولاته كتير. هننزل بقى بكل المكونات مع بعضها. الكاكاو الخام الاسباني الفاتح، هنقعد نقول عشان الناس اللي مش فاكره، شايفين لو انتوا شايفين في اي تكتلات عادي، ده كله اصلا مجرد ما بينزل فيه ميه سخنه او لبن سخن كل ده بيتفك على طول. حابين تنخلوه براحتكم برضو عادي يعني. وهننزل باللبن البودر النيوزيلندي، انضف انواع اللبن البودر ممكن تلاقوها هي اللبن البودر النيوزيلندي، وزي ما قلت لكم قبل كده هاتوها من عند مستلزمات الحلواني، احسن بكتير، انضف بكتير، احلى بكتير، الحاجه عنده تبقى مجروره جامد، ما بتبقاش عنده بقالها فتره. وهننزل بالشوكولاته والقرفه بقى اهي، نص معلقه من القرفه، لو مش حابين تحطوا براحتكم. المختلف عن ده عن الاولانيه الكريم شانتيه السكر القرفه النشا. طبعا ده كله حسب الرغبه زي ما انتوا عايزين براحتكم، مش حابين تعملوا الكلام ده ممكن تعملوا الوصفه الاولانيه. الوصفتين احلى من بعض، اسهل من بعض. اللي ما عندوش كريم شانتيه ممكن يعمل الوصفه الاولانيه، ممكن يحط بس سكر بودر، ممكن يحط نشا، وممكن يحط قرفه. اللي ما عندوش قرفه او ما عندوش نشا او ما عندوش الحاجات التانية اللي كانت في الطبق يعمل الوصفه الاولانيه. الوصفتين اسهل واحلى من بعض، والله العظيم احلى من بعض. انا كنت دايما بعمل الوصفه الاولانيه على طول، بس بقيت اعمل التانية شويه. الاتنين حلوين مش وحشين، بس التانية ممكن الكريم شانتيه يبقى مطعمها زياده، ممكن النشا متقلاها شويه. السكر ما بتستخدميش سكر كتير من بره، ممكن تحطي معلقتين على المج بتاعك، برده معلقتين صغيرين على المج من الخلطه دي، هيبقى معانا حلو قوي. ممكن ساعتها ما نستخدمش بقى سكر من بره كمان. يعني احنا لو واخدينه مثلا مسافرين في اي حته وحصل لنا اي حاجه ومش عارفين ومحتاجين نشرب حاجه سخنه، طب ما انا معايا البرطمان بتاعي او المج بتاعي وحاطه فيه المسحوق البودر ده، يا دوبك بس ميه مغليه من اي مكان عندك، وهيبقى معاكي زي الفل هوت شوكليت زي العسل. برطمان بقى مغسول وبتنشف برده، هتحطي فيه المسحوق بتاعك ده او البودر، يعني بدل ما نقول مسحوق ايه، مسحوق غسيل، استغفر الله العظيم يا رب. اللبن البودر او ال مش عارفه هوت شوكليت يعني. احلى وصفتين، اسهل وصفتين، سهلين قوي معانا، عملوا لنا كميه كبيره. بعكس برضو لو انت بتشتريها من بره، لو تاخدوا بالكم ارجعوا لفيديو السحلب، فيديو السحلب حلو قوي 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 والله العظيم، ما كانش مكلف تماما، عكس ما انا كنت بجيبه من بره. زي ما قلت قبل كده في فيديو السحلب، انا رحت اشتري علبه لقيتها ب50 جنيه، صدمت، قلت لا طبعا انا هعمله في البيت وزي ما انا عايزه. فده برضو قلت لا نعمل هوت شوكليت، ان شاء الله هنزل لكم فيديو تاني نعمل المكه مع بعض. المكه برضو طريقه حلوه قوي. وادي البرطمانين، عملوا لنا برطمانين حلوين قوي زي العسل، هيكفوا
يكفوا معانا ويفيض كمان، يعني هيقعدوا معانا مدة كبيرة جدا بأسهل طريقة، بأحلى طريقة، بأسرع طريقة، كمان بأنضف طريقة. يا ريت بقى اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس على الكل يا جماعة، وسيبوا لنا تعليق حلو، يا ريت لايكاتكم عشان ترفع الفيديو معانا، واللي يستفاد من الفيديو او يشوف ان هو حاجة حلوة يسيب لنا كومنت يقول لنا. وان شاء الله باذن الله نقابلكم فيديوهات احسن واقتصادية اكتر، ويكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامة.